بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جلها ودقها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك مولانا الأعز الأكرم سبحانك وتعالى. أيها الأحبة، ما زلنا مع باب التوبة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 16 في هذا الباب الذي نحتاجه جميعا كما ذكرنا في حياتنا ويبقى معنا إلى أن نموت. فيقول النووي رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا تنسى الصلاة على رسول الله، قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هناك 3 أحاديث قصيرة أيها الأحبة، موضوعها واحد، أذكرها سريعا ثم أشرح المعنى سريعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. والحديث الأخير عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث ال3 التي سردها الإمام النووي رحمه الله تبحث في موضوع واحد، ألا وهو متى تنتهي التوبة. متى تنتهي التوبة؟ في الحديث الأول أيها الأحبة وجدنا سعة فضل الله عز وجل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على عظيم فضل الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم باب التوبة مفتوحا 24 ساعة في ليلهم ونهارهم، في أي ساعة من النهار، في أي ساعة من الليل. لا يوجد عندنا إنسان أذنب يقول والله أنا باب التوبة يوم مغلق الآن أتوب بعد فترة، لا، في أي وقت. وفيه أن بعض الناس يسيء في النهار، وبعضهم يستيقظ في الليل ويسيء في الليل، ومع ذلك ربك سبحانه وتعالى الذي يعلم حالك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويرى معصيتك يتقبل التوبة منك إذا تبت إليه توبة نصوحا. وفيه أيضا إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله عز وجل يدان تليقان به سبحانه وتعالى، ليست كأيدينا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي هذه الأحاديث أيها الأحبة أجلان 2، أجل عام تنتهي فيه التوبة، وأجل خاص تنتهي فيه التوبة. فأما الأجل العام فهو طلوع الشمس من مغربها. في كل يوم نستيقظ لتطلع الشمس من مشرقها، هذا المعتاد. لكن سيأتي يوم، نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يجعلنا من التائبين، ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من الغافلين. يأتي يوم تطلع هذه الشمس التي اعتادت أن تخرج بإذن الله عز وجل من المشرق أن تخرج من مغربها. ورحم الله من قال: فما أطولها من مدة وما أعظمها من غفلة. مدة طويلة قد لا تأتي الآن، بعد فترة زمنية طويلة، ويبسط يده بالليل والنهار 24 ساعة، اليدين مفتوحتين لاستقبال التوبة، مدة طويلة للاستغفار، ومع ذلك بعض الناس يذنب ويبقى على ذنبه ولا يلتفت قلبه إلى التوبة أبدا. فما أطولها من مدة يا أخواني؟ 24 ساعة، وعمر طويل حتى تطلع الشمس من مغربها، ومع ذلك غفلتنا ما زالت موجودة في القلوب. أقل القليل يا أخواني، قبل أن ننام بدقائق حاول أن تستذكر الأعمال التي عملتها، الأفعال التي فعلتها، الأقوال التي قلتها، الإساءات التي أسأتها مع الناس.
حاول أن تستذكر هذه الأشياء ولو ل10 دقائق. اجعل عندك في الجوال تذكرة محاسبة النفس 10 دقائق، وابدأ بالاستغفار، واستغفر الله عز وجل وتب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث يبسط يديه بالليل ويبسط يديه بالنهار، أخذ منه أهل العلم مسألة التوبة على الفور، وأن التوبة واجبة على الفور، وأن تأخيرها كما ذكرت لكم كما ذكر ابن القيم أن تأخير التوبة عن التوبة ذنب. فلذلك قالوا لما بسط الله يده بالليل وبسط الله يده في النهار دل ذلك على أن الإنسان متى انتبه قلبه أو متى أذنب وجب عليه على الفور أن يستغفر الله عز وجل. فهذا هو الأجل العام. الأجل العام طلوع الشمس من مغربها. قال وأما الأجل الخاص فهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر عند الموت. وهناك ثالثة وننتهي بها عند معاينة العذاب. فالتوبة تنتهي ب3 أمور: عند خروج الشمس من مغربها، وعند وصول الروح إلى الحلقوم الغرغرة الروح وهي تنزع. أيضا ما ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذه أيضا لا تنفع. وكذلك من عاين العذاب، لو أن إنسانا لا قدر الله كان عاصيا لله عز وجل، كان قائما على ذنب، ثم بدأت الأرض بالرجفان. رأيتم يعني يا أخواني كيف أن ثواني معدودة كيف أنها أرعبت قلوبنا جميعا. الزلزال الذي حدث في ثواني قليلة، والله يا أخواني كلنا كأننا كنا في غفلة استيقظنا، قلنا سبحان الله هذا في ثواني. كيف ستكون الصيحة؟ كيف ستكون النفخة؟ كيف سيكون ذلك؟ شيء عجيب عظيم جدا جدا. قدرة الله عظيمة جدا جدا يا أخواني. فالإنسان لما ينتبه لهذه الأمور عند ذلك إذا عاين العذاب واستمر هذا العذاب إلى أن قبض الله عز وجل أرواح من أراد بهم هذا العذاب، فعند ذلك لا تنفع نفس إيمانها، كما حدث مع فرعون لما شعر الروح لم تبلغ الحلقوم بعد، صح ولا لا؟ لكن عاين العذاب، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من الإيش؟ نعم، من المفسدين. طيب، فيعني يا أخواني القضية معاينة العذاب، الغرغرة، خروج الشمس من مغربها. فهذه الأمور يا أخواني تنتهي عندها التوبة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإياكم جميعا. صفر طول سبحان الله.